واش ماشل ماجيك اند ماسلز سحر وعضلات كيستحق نتفرج فيه؟ الجواب في اقل من دقيقه ونص. هذه القصه ديال ماش بيرنداد، شاب تولد بلا ذره ديال السحر في الجسد ديالو في عالم مبني كله على السحر. عاده الاشخاص بحالو كيتعتبروا زنادقه وكيتحكم عليهم بالاعدام، ولكن باش يعتق راسو غادي يدعي انه عنده مهارات كبيره في السحر باش يدخل الايستن ماجيك اكاديمي، اشهر مدرسه في البلاد للسحره الصغار. الفكره انه يجي الاول في الترتيب ويتخرج شينكاكوشا، نخبه قويه وجد محترمه مكونه من نوابغ ديال البلاد. لحسن الحظ عند ماش واحد المهاره خاصه، هي البنيه الجسديه الخارقه اللي رباها عبر سنوات طويله من التمرين والرياضه وحمل الاثقال، غادي يستعملها باش يعوض الضعف ديالو في السحر بالدافونيه. الا جاكم هذا الانمي كيشبه القصص اخرى راه عادي، حيت هو باروديا او عمل فني ساخر كيقتبس من وان بانش مان البطل الخارق رغم المظهر العادي ديالو، ومن بلاك كلوفر المجتمع المبني على السحر، ومن هاري بوتر المدرسه وتقسيم التلاميذ لثلاث مجموعات ورياضه ركوب على الشطابه. بصفه عامه كيسخر ماشل من نوع الشونين الموجه للمراهقين الذكور باحسن طريقه، وكيستاهل بسهوله نقطه 4 على 5 بفضل رسم وتحريك جيد وموسيقى مخدومه والضحك المستمر طيله المواسم الثلاثه الاولى. اذا يستاهل نتفرج فيه وبالجرة.